ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ معاكم محمد شراوي على قناة محمد شراوي. متفعلش اشتراك تفعل الجرس واشتراك في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم جديد ولا جديد. حاجة عن العيش. آه طول ما انت مرتاح في مكانك مش هتوصل، طول ما انت خايف مش هتوصل، طول ما انت قلقان مش هتوصل، اتفضل يا عم. حضرتك بتعدي على طول ما شجر انت السمك. واثق زيادة مش هتوصل. عشان توصل لازم تغامر، لازم تتعب، لازم تجتهد، لازم تشتغل على نفسك عشان تنجح. خلي دايما عندك مجهود مش مستحيل انك تقدر تحقق اللي انت عايزه. كل اللي محتاجه انك توصل لحلمك بعيد، توصل للمستحيل عشان تقدر تحققه. مفيش حاجة اسمها مستحيل، اللي قبلنا قالوا كده، اذا كنت انا اقدر فانت تقدر. مفيش حاجة اسمها مستحيل. في مقولة عظيمة جدا نقوم بيها بتقول: البحر الهادئ لا يصنع بحارا مائلا. يعني عمر الحياة السهلة ما تصنع إنسان عبقري. لازم تجدد، قطع من جديد، قطع من جديد، قطع من جديد. طول ما انت بتقع بتتعلم عشان تكسب المحاور اللي توصلك اللي انت عايزه. اختراع الكهرباء اللي منورة حياتنا كلها بدأ بخطوة واحدة، الخطوة دي وصلته ل 9999 فشل. فلما سألوه انت ليه حاولت كل المحاولات دي، كانت اجابته حاجة واحدة: انا حاولت كل المحاولات دي كلها، انا كسبت 9999 محاولة فاشلة عشان اكسب محاولة واحدة ناجحة. فيمكن المحاولة الواحدة اللي في حياتك صح اللي انت هتتخذها هو القرار المناسب اللي انت هتتخذه. فحاول تاخد القرار الصح عشان تقدر توصل اللي انت عايزه. هتجازف، هتغامر، بس هتوصل. العربية اللي انت عايز تركبها غيرك راكبها، البيت الفخم اللي انت عايز تسكنه غيرك ساكنه، لان غيرك تعب واجتهد واشتغل على نفسه، طور من ذاته ومن نفسه واتعلم واشتغل وسعى واجتهد، وانت كنت في مكانك ما بتعملش اي حاجه. الفرق اللي بينك وبينه ان هو قدر يخطط لحياته بورقه وقلم وقدر يوصل، وانت كنت قاعد في مكانك. هو بيتنعم وعايش في الحاجه اللي انت بتحلم بيها. فلو فكرت لحظه هتلاقي كل ده تلك اللي بتحلم بيه. فجرب تحلم عشان توصل. صدقني انت ما نجحتش يبقى يكفي دايما انك كسبت شرف المحاوله. واعلم دايما ان دايما مثل لنفسك ان الموت قدامي وهدفي، الموت ورايا وهدفي قدامي، يا اما اوصل لهدفي يا اما الموت ياخدني. طب لو وقفت في النص يبقى انا كسبت شرف المحاوله. بس حاول ما تقفش في مكانك. مفيش حاجه اسمها مستحيل. ربنا خلق الشمس والقمر النجوم الكواكب الارض السماء، خلق كل الحاجات العظيمه والجبال والاوتاد المهوله. حاجه عظيمه هو انت وانا والعالم اللي احنا عايشين فيه. في اللي بيفكر ويقدر بعقله ان هو يوصل، وفي اللي بيقعد في مكانه وبيستسلم للظروف وللحياه وللفشل واحباطه، وبتبقى بشماعه بيعلى على فشله. وفي اللي بيحاول وبيسعى وبيجتهد. واعلم ان ربنا عمره ما يخذلك. طول ما انت بتحاول، طول ما انت بتجتهد على القدره اللي عطاها لك ربنا، هيجي في يوم يجيب لك الفرصه اللي على مقاسك، الفرصه اللي على مقاسك انت، بس مش في التوقيت اللي انت عايزه، ولا في الوقت اللي انت عايزه، ولا على الطريقه اللي انت عايزها، بل في الوقت اللي هو عايزه وعلى الطريقه اللي هو عايزها. بس جرب تحلم، اوعى تقف في مكانك وتستسلم. خلي دايما عندك طموح، وخلي عندك يقين وثقه بربنا ان ربنا قادر يحقق المستحيل، وان كل اللي قبلنا كان ولا حاجه، بس باراده وبعزيمه وشويه ايمان وشويه دفعه وشويه حماس قدروا يوصلوا. وان زي ما هم قدروا يوصلوا انت تقدر توصل. بس الفرق اللي بينهم وبينك انهم مش شغلوا عقلهم وسعوا بس، استمروا. فالفرق اللي بينك وبينهم ان هم استمروا وانت ما زلت في مكانك. انا كده خلصت كلامي، اشوفكم على خير في الحلقه الجايه وبرنامج جديد. المستقبل نهايه. سلام.